من داخل المركز الفني لطب الأطفال بالعجمي في اسكندرية. اتقابلنا مع الدكتور محمد جمال أحد المسؤولين عن الأطفال في الحضانة في المستشفى لمتابعة الحالة اللي تم دخولها أول امبارح للطفل اللي هو تم إصابته بحروق. دكتور محمد، عرفنا بحضرتك. دكتور محمد جمال، اخصائي طب الاطفال وحديث الولاده في المركز الملكي لطب الاطفال. اهلا وسهلا بحضرتك. ظروف الحاله اللي دخلت عند حضرتك مين اللي استقبلها وايه هي؟ حضرتك انا اللي كنت طبيب متواجد في النبطشيه، وانا اللي قمت باستقبال الحاله من المحوله لينا للمستشفى اخرى. الحاله كانت عباره عن طفل بيعاني من سرعه في التنفس، ووجدنا بعد الكشف الروتيني عليه وقت دخول وجود حروق متفرقة في منطقة الظهر والفخذ الأيسر. بعد سؤال الأب والمسعفين اللي جم مع الحالة قرروا إن هم أول مرة يشوفوا هذه الحروق عندنا هنا في المركز. سؤال أكتر عن كيفية حدوث الحروق، فالأب ما عندناش أي معلومات عن اللي حصل هنا. يعني هل حضرتك اكتشفت الحرق اللي الطفل دهوت لمجرد ما جاء عندك المستشفى؟ لحظة دخول الطفل واستقباله. طبعا ده ما كانش موجود في التقرير اللي كان مبعوث لنا. المستشفى بعت لنا تقرير الاول، طبعا مش مكتوب فيها اي حاجه. هو كان في مستشفى عبد المنعم جابر. عبد المنعم جابر. وبعتوه هنا لحضرتك ليه؟ طب هل المستشفى ما فيهاش هناك حضانه؟ لا، المستشفى فيها حضانه هناك. فيها حضانه، وعايزين برضو نفرق ما بين لفظ كلمه حضانه لان ده لفظ دارج عند الناس. الحضانه هي عباره عن مكان، اوضه زي دي حضرتك اسمها وحده الرعايه للاطفال المبتسرين وحديثي الولاده. ده مكان بيكون موجود فيه حاجه اسمها محضن. ايوه. ده عباره عن جهاز ازازي كده زي ما احنا شايفين، يعني ده بيوضع فيه الطفل بعد الدخول، بيكون مزود طبعا باكسجين، وفيه هنا برضو حراره، ومن خلال الفتحات دي بنقدر نتعامل مع الطفل، ندخل له محاليل نشتغل معاه بالاكسجين، او لو اتحط على جهاز تنفس صناعي. فده الفرق ما بين لفظ الحضانه والمحضن. يعني دي حضانه، دي محضن. محضن ده مكان بيوضع فيه الطفل المحتاج لرعايه. بتبقى ايه انواع الرعايه اللي بيحتاجها الطفل؟ ادويه، مضادات حيويه، محاليل، غذاء، علاج ضوئي لو احتاج، لو هو فيه نسبه صفرة ولا حاجه، او يتحط على جهاز تنفس صناعي زي اللي ورانا ده برضه بيخش من خلال هذه الفتحات. ايوه. فهو عباره عن بوكس بنحط فيه الطفل، وبنقدر نديله بالادويه اللي هو محتاجها، ادويه، اجهزه، اي حاجه بالله. هل الحضانه دي بتتسبب في حرق الطفل زي الحاله اللي عندنا؟ لا خالص، لان هي بيبقى ليها درجه حراره معينه ما بتعلاش عن درجه حراره الجسم. طب سبب حرق الطفل اللي احنا جايين في الحاله بتاعته؟ بص والله هو في طبعا احتمالات كتير جدا. ده جهاز اسمه الدفايه. ايوه. الدفايه ده جهاز بيوضع عليه الطفل بعد الولاده لمده ساعتين او 3، يبقى تحت الملاحظه. الجهاز دوت متكون من حاجه بتطلع حراره. أيوة. عشان تدفي جسم الطفل. الجهاز دوت بيكون ليه درجات برضه لدرجه الحراره، بتعلى او بنخفضها على حسب احتياجنا للطفل. أيوة. فاحنا الطفل بيقعد ساعتين بعد الولاده تحت الدفايه. ايوه. طيب هو من الارجح ان يكون لو درجه حراره الطفل مش بتعلى للقدر المطلوب بتاعنا، بيبقى في ساعات قرب ميه بنملاها ميه سخنه وبنضعها على جوانب الدفايه زي ما حضرتك كده شايف. ايوه. دي بتعمل برضو تيار سخن حوالين جسم الطفل. فوالله انا ما اعرفش، ما وزنش باللي حصل بالظبط، لكن ممكن تكون قربه من ضمن القرب مع السخونيه برضو بتاعت السيرفو ده. الدفايه ممكن تكون فتحت، الميه اتسربت تحت جلد الطفل. يعني حضرتك بترجح ان الحرق دهوت مش من الحضانه، من الدفايه بس. من الدفايه، وده الفرق بين الحضانه وبين الدفايه. ما وضعش في حضانه، ما وضعش. هو طول اقامته هناك كان تحت الدفايه، الجهاز ده. طبعا أيوة. ده بشهاده الاب كل ما يخش يبص عليه هو مش داخل في الجهاز ده. ايوه، داخل في الدفايه. كان هنا في الدفايه فقط، فكل تعاملهم هناك تحت الجهاز ده. انما سبب الحريق اللي هو في الطفل حاليا
لا، سبب الحريق دوت هو يا اما يكون احتمال الاولاني يكون درجه حراره عاليه قوي من السيرفو المحور الدفايه ديت، او يكون قربه من قرب الميه اللي موجوده فتحت والميه السخنه كانت تحت جلده. طيب احنا ملاحظين ان الطفل ان هو الحرق بتاعه جاي من الظهر وفي اماكن معينه. لو هو جاي اساسا من الدفايه يبقى الدفايه هتاخده من اول للاخر او بطوله من اول راسه لغايه رجليه. راسه لحد رجله، لكن هو ده. الحاجه الثانيه ان حضرتك ان ولي الامر بيقول ان الولد الصغنن كان موجود على الدفايه في وجود 4-5 حالات جنبه او 3 حالات. يبقى هنا النهارده الحريق تم ازاي لشخص دون الاخر؟ ما بقول لك الشخص دون الاخر اكيد في سبب اخر غير الدفايه. ممكن يكون زي ما قلت لحضرتك قربه من القرب الميه السخنه اتفتحت لان فيها ميه سخنه، ودي بتبقى عباره عن جوانتيات رقيقه. ممكن واحده يعني الميه تطلع منها، او هي الميه ما تحتفظش في الميه فالميه تسري في جزء كبير جدا ممكن يكون تحت الولد. طب هل في الحاله اللي زي ديت لما بتتحط القرب الميه السخنه دهيت مش المفروض بيبقى في حد متابع بين التمريض؟ ولا التمريض بقى بيسيبه مثلا وبيسيبه بيمشي ولا حاجه من دي؟ لا، هو المفروض يعني طبيا او عرفيا المفروض ما يسيبوش. يعني ممكن نقول هنا الخطا اصبح خطا مهني في التمريض. يعني هو ده برضو انا يعني ما كنتش اجزم بيه، لكن ده احتمال طبعا كبير. طب هي الحاله ورا حضرتك هنا ممكن نشوفها وحضرتك تشوف لنا الجروح اللي عليها كده اهو. طبعا انا لما استقبلت الطفل كان الاحمرار هنا، الاحمرار اللي حضرتك شايفه دوت كان مغطي ظهره بالكامل ونازل لحد رجليه. الاحمرار مش اللون الاسود ده. ايوه يعني وكان في طبعا زي ما احنا شايفين كده الحاجات الكبيره المليانه ميه دي. تمام، لكن هي لونها بني لان احنا دهنين كريمات لونها بني، يعني مش لونها بني. ده لون كريم مش لون الجلد. يعني الحريق دلوقتي هل الحريق دلوقتي احسن كتير طبعا من الاول. بدا حجمه يقل طبعا عن الاول، الاحمرار بدا يختفي وبدا بدا يتحسن، يعني مثلا اتحسن بنسبه 20-30%. طيب قدامه قد ايه ان شاء الله وممكن نطمئن على حاله الطفل كامله؟ يعني باذن الله ان شاء الله، لان هو برضه معاه مشكله ثانيه ان هو داخل اصلا عنده مشكله في التنفس. فما اقدرش اجزم بالوقت بالظبط قد ايه، يعني وقت قد ايه بالظبط. مين اللي بيعالج التنفس؟ المضادات الحيويه اللي هو بياخدها. حضرتك اللي بتديله؟ احنا بنقرر المضادات الحيويه والمحاليل اللي احنا شغالين عليها. هو ده علاج. يعني هو قدامه كده مثلا حوالي كام يوم؟ اسبوع 10 ايام. اسبوع 10 ايام بنفس الوضع. في نفس الوضع اللي ان شاء الله يتحسن. يعني انا بقول لحضرتك احنا في خلال يومين اتحسننا نسبه 20-30%. طب بالنسبه للرضاعه؟ لا، الرضاعه لسه، لان هو لسه نفسه عادي. هو النفس بيبقى اعلى من المعدلات الطبيعيه فممكن الطفل يشبع. طب بيتغدى بياكل ازاي؟ يعني انتوا بتدوا نفس المكونات زي اللبن بالظبط. دي درجه الحراره اللي هي بيعيش عليها الطفل؟ ده نسبه تشبع الاكسجين بالدم اللي هو 94. يعني طيب هو الحمد لله قلبه سليم، الحمد لله ما فيهوش اي مشاكل ثانيه. هي الحروق مش مؤثره على اي حاجه ثانيه. يعني الحروق بعيده عن الاعضاء الكبيره، بعيده عن الوجه، بعيده عن البطن، بعيده عن الاعضاء التناسليه. هي تعتبر بعيده عن الاجزاء الحساسه في الجسم. هي في منطقه الظهر زي ما حضرتك شايف كده، ورجله الشمال بس، الفخذ من فوق كده. بنتمنى خير يا دكتور محمد وهنتابع مع حضرتك على طول. شكرا جزيلا، اشكرك.